السلام عليكم. كنا وبلا شك كنعرفوا النجم المغربي الشاب أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وقبل ساعات كشفت الصحيفة الفرنسية لو باريزيان على الصفحة الرسمية ديالها أن اللاعب الدولي أشرف حكيمي متهم هو كذلك في قضية اغتصاب شابة فرنسية عندها 23 سنة. وذكرت الصحيفة أيضا أن الضحية توجهت لمركز الشرطة في نهاية الأسبوع الماضي، وصرحت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل اللاعب أشرف حكيمي في المنزل ديالو، ولكن رفضت تقدم به أي شكوى. في شكالها طبعا، على كاين شي واحد كيمشي عند البوليس كيقول لهم تعرضت للاغتصاب ولكن ما بغيتش نقدم شكوى باللي اغتصبني. وما كنتي مشيتي عند شفتي في تعاودي لهم قصه حياتك، راه البوليس هذوك عاد من مشيتي. ومن يعني راه القضيه فيها ان، وخصوصا فاش تكلفت النيابه العامه وتكفلت بالقضيه تاعها بالرغم من عدم تقديم اي شكوى في القضيه. ومن هنا راه كيبان لينا بلي الحكومه الفرنسيه بغات تقضي على اي نجم مغربي كيف ما دارت لسعد المجرد مؤخرا، واللي غادي تلقاو رابط الفيديو ديالو في الوصف. خصوصا في هذا الوقت حيت كاين مجموعه من المشاكل السياسيه بين المغرب وفرنسا. انا كيبان لي اشرف حكيمي غادي يسخسخوه مزيان وكيوجدوا ليه في شي دوسي مقمح، وخصوصا الضحيه ما دارتش شي شكوى ضدو، ولكن دارت ديكلاراسيون دو فيو واللي كتعني انها ما بغاش تتبعو قضائيا، ولكن مستقبلا الى نفس المتهم دار شي مشكل راه كيبقاو عليه معلومات وسوابق بحال هاد تهمه الاغتصاب اللي لصقوا ليه في الدوسي ديالو. في نظري انا كنقول بلي اشرف حكيمي ما غاديش يديرها، وهادي غير تهمه لصقوها ليه بحال اللي لصقوها للعديد من النجوم. نتوما اش كيبان لكم في هاد القضيه؟ الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تشترك في القناه ودير اعجاب للفيديو وتفعيل زر الجرس، راه غير فابور. السلام عليكم.